ازيك يا اسطى، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. ده سالب ناعم. مش فاهم صح؟ طب بص كده. يسيطر عليك ازاي؟ اوقات الراجل مننا بيحتاج ست قوية، لما يغلط تعاقبه تضربه وتهينه. اخرس يا ابن الميمي. سيبك انت من الكلام ده، انت وحشني. كل سنه وانت طيب، وسنه سعيده عليك ان شاء الله، وتحقق فيها كل اللي انت عايزه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وتدعيما لنا للجهد المبذول في هذا الفيديو، وتسجيل بعض من الحاجات اللي انا ليس راضي عنها على الاطلاق. فاعمل لايك جميل لو ضحكت، وشير لاصحابك، ودلع الكلام، ودول اجمل 5 كومنتات. ويلا بينا نبدا الفيديو. شبلانجا. الحالات بتاعتك روعة الروعة، شكلك شخصية قوية ومسيطرة، وده الذوق بتاعي. اتمنى نتواصل ولو بكلمة. مين حضرتك؟ انا شريف، ممكن تقوليلي يا شريف؟ عندي 33 سنة ونفسي في واحدة تسيطر عليا وتبقى شخصيتها قوية. تسيطر عليك ازاي؟ اوقات الراجل مننا بيحتاج ست قوية، لما يغلط تعاقبه تضربه وتهينه. يا اسطى ايه اللي انت بتقوله ده؟ استهدى بالله. خلي بالك، انا اتمنى تكون انت الست دي ولا تقلقي، انا مش هقول لاي حد على علاقتنا. انا اتمنى تناوليني الشرف ده بجد، هكون في غايه الانبساط. ما هو انا مش هينفع اعمل معاك اللي انت بتقوله ده، لاني ما بحبكوش. انا احب الراجل هو اللي يكون مسيطر. انا كنت كده بس ما حسيتش بمتعه. متعه الالم ليس لها حدود. طلبك مش عندي والله يا استاذ شريف. طيب انا اسف، ما كانش ينفع ادخل ليكي بالطريقه دي. انت اكيد دلوقتي شايفاني مش راجل. ما هو اكيد انا مفهومي عن الرجاله انهم ما يقبلوش انهم يتهانوا. عذرا، ده ما يقللش حاجه من رجولتي، انا راجل جدا، بس فيها ايه لما ميولي يكون كده؟ ما يقللش حاجه من رجولتك ازاي؟ انت مسمي الاكونت بتاعك ناعم سالب. ممكن نتعرف وتديني فرصه والمصحف ما تندمي؟ عاوز ايه طيب؟ انت ممكن تعرفيني باسمك وسنك. انا مدام ساميه الحاميه، 30 سنه من البراجيل. طبعا لازم تبقي حاميه، وانت لو مش حاميه مين اللي هيكون كده؟ انت منين يا استاذ شريف؟ ارجوك قولي لي يا شريف. انت منين يا شري؟ انا من اسكندريه، ساكن بالتحديد في المنشيه، ال7 بنات. وحضرتك في علاقه؟ لا، انا انفصلت عن جوزي بسبب مشاكل. حرام الانفصال، واكيد في ولاد. لا، ما كانش في ولاد عشان كده انفصلنا. حد فيكم عنده مشاكل ولا ايه؟ اسف للتدخل. لا مفيش، بس مكسوفه احكي. اوعى يكون خانك. الخيانه اصعب احساس ممكن تحسي في الدنيا. طبعا، سيبك انت من جوزي وخليني فيك. انت ازاي عرفت انك مش راجل؟ ده مفهوم غلط عند الشعب المصري، دي حاجه بقى متعارف عليها في العالم كله. مال انا من حقي ان اقرر انا عاوز اكون ايه. هو ليه اقتصر الاهانه في الست بس؟ انا ما بشتم الشخص اللي معايا، مش بحس بحاجه، لكن هي لما تهني وتقل مني بحس بمتعه. اشتميني تاني، قولي لي يا تافه. خلصت؟ اكتشفت ازاي انك ميمي. لا كده كتير يا جماعه. انا شخص بحب كل ما هو جديد. انا بحب اخرج عن القطيع والمألوف. بجد؟ ليه الست هي اللي تتضرب على ميمي. ليه مش الراجل؟ وقفوا يا مدحت. هل ميمي. الراجل مش حلوه زي الست؟ وقفوا. كان نفسي احس هما بيحسوا بايه، وحضرتك اكيد عارفه الاحساس طبعا. احساس قمه في المتعه. تخيل انا ابقى مكانك وانت تبقي مكاني. تجديد وداعا للملل في العلاقه. وهتبقى مبسوط لما مراتك تهينك في الشارع وتقل من كرامتك؟ ايوه قول له بقى. نظريه على فكره بتتطبق في الشارع المصري. الناس شايفه ان الراجل لو نزل مع الست بتاعته شال بقاله منها فانت قمه في الرجوله، لكن انت ايش عرفك ان الراجل ده مش زيي، بيحب يتهان ويحس بالوجع مكان مراته؟ انا بس صريح كفايه ان اقول اني عاوز ده، فانا كده راجل بالمفهوم بتاعكم. ايوه بس الراجل بيعمل كده عشان الست ممكن ما تبقاش قادره انها تشيل، لكن انا بتكلم على انها ترزعك واحده تعالى يا كلب شيل الحاجات، وانت ساعتها هتهوها وتقول لها سمعا وطاعه. وليه ما تحسبهاش اني ما اقدرش اغلط في مراتي وان ارد عليها غلط بغلط؟ هي فعلا مش قادره، فانا زي الكلب لازم اجري واشيل الحاجات قبل ما هي تطلب اصلا، ولو اتاخرت فانا استاهل الاهانه. بعتبرها لغه حب الست بتقدمها للراجل، انه بتنبهه ان هو كلب ولازم يكون معاها ويساعدها. والكلب على فكره مش شتيمه، الكلب ده اكتر الكائنات وفاء وحبا للشخص اللي بيحبه. انا اكيد هفرح انها تقول لي يا كلب. احساس انك تذليه ده هاي احساس جميل قوي. انا عايزك لا لازم تجربيه، عايزاك تجربيه ضروري. ونظرة المجتمع ليك ميمي. فم المجتمع. انا مالي بالمجتمع طول ما هي حابه انها تشتمني وتهني وانا حابب كده، محدش له دخل. ليه شايفين ان الست الخادعه هي ست عاديه والراجل الخادع هو شخص مش عادي؟ برجاء الرد. انت بتلعب بالكلام ومش عاوز تقول انك طالب الشيء ده اللي هو الاهانه. الاهانه اللي اي شخص عاقل مش هيتمناها. كرامتك لما يتداس عليها وتحسسك انك كلب وانك زي ما تقول وفي، فده مش شيء يعظم منك، ده شيء يقلل من قيمتك الانسانيه. في ايه؟ هضربك يا ميمي. تكة
معايير القيم الانسانيه هي معايير فاشله، لان انا اللي بحط المعايير في حياتي، محدش يحطها لي. طيب ما هو لو هتبيح المعايير بتاعتك دي معناها انك بتقبل الشخص الديوس اللي بيستمتع انه ممكن شخص تاني يعمل علاقه مع مراته او اخته او امه لاجل المتعه، وبكلامك ده معناه ان محدش يحكم على حياته وببساطه هو حر. وفيها ايه لما هو مستمتع بالشيء ده والطرف التاني متقبل كده؟ مفيش مشكله. انا اتعاملت شخصيا مع احد اصدقائي تواصل معي عشان اقيم علاقه مع مراته، وهو شخص منفتح جدا، احترم ان مراته طلبت انه يخضع عليها، ولما رفض انا جيت عشان اخضع. مراته بتحبه جدا عشان احترامها، جه يحافظ على رجولته عشان ما يقبلش يتهان فبقى ديوس. انت وصديقك لو التحرر بالنسبه لك انك تكون فانا شرف ليا ان اكون كبير. الله طبعا ده بالنسبه لك لقب دلوقتي. بذمتك ما اتبسطتيش وانت بتهيني كرامتي؟ موت، ده في ناس بتدفع فلوس عشان الاحساس ده. اسمع يا لاش موت يا كلبي يا عويلي يا ذليل يا اللي عمرك ما كنت راجل. خدام تراب شبشبك يا مولاتي طلباتك. لا ماليش، انا كنت بجرب بس، دلوقتي انا اهدى الحمد لله. طيب هنفترض اني وافقت اني اكون مراتك، لو جينا نتخانق فجاه اضربك، ما انت كده ده مش عقاب. هقول لك حاول تبقى راجل، هترمي عليا يمين الطلاق وقتها. ده ايه الهم اللي هناك؟ يا لهوي يا لهوي. لا بجد حلي ليه المشكله دي، ممكن بعدها افكر اهينك يا مار. ولا مشكله ولا حاجه، انا بعرف افرق بين الخناق والعلاقه اللي هنكون بيها. شتمتك مش هتجرحني، زعلك هو اللي هيجرحني. ممكن عشان تعاقبيني تربطيني وتتفق عليا وتهينيني وتكربجيني، لو ده هيريحك يا ملكتي. معقولة تطلع اللي في دماغي؟ كرباجي معايا وغرقان زين. ده مش عقاب، ده هيبقى يوم ساعدك. انا بفكر ادخل مفتاح فرنساوي في ممكن يجيلك البواسير وترجع من اللي انت فيه ده، او امسك الانبوبه واهبدها على يمكن تموت ونرتاح منك. ورحمة ابونا بالسلام في وش شرف. انت زعلتي طيب من كلامي؟ لا خالص، اصل انا برضو كنت بتعرض للحاجات دي. انا كنت متجوزه زي ما قلت لك، وجوزي ما تقبلش اللي انا عاوزاه فسيبنا بعض. يا خبر، حصل ايه طيب؟ خايفه ما تتقبلنيش انت كمان؟ لا خالص والله، انا بقبل اي حاجه. جوزي كان عنده ميول ساديه وكان بيلح عليا ان اجيب له رجاله او ستات عشان يكربجهم عشان يتبسط، فانا رفضت عشان شرط عنده ان لازم اجيب له راجل يكربجه، وانا كنت رافضه. وسيبنا بعض، فانت لو هتوافق انك تكلمه وتخليه كربجك ونرجع لبعض انا وهو، ساعتها ممكن اوافق ان اشتمك وكربجك واحط مفتاح على الكيف كمان، بس توافق على العرض ده؟ لا اكيد، انا ما بحبش كده. شفت بقى، للاسف انا مش هينفع اوافق لو انت ما وافقتش. لا انا موافق، بس انا مش عاوز اكربك، بس انا عاوز يقيم علاقه كامله معايا بعد ما يهني. لا اله الا الله. بس انت كمان تكوني موجوده وتعملي معاه كده. احا، انت عاوز نفسك احنا الاتنين؟ ايه التضحيه دي يا راجل؟ الله يكون في عونك. لو هترجعي لجوزك وهتكوني مبسوطه انا هكون في قمه سعادتي. يخرب بيتك انت جميل موت. انا هديله الاكونت وخليه يكلمك دلوقتي وتتفقوا. هو لما قلت له فرح موت. انا مش عارفه اشكرك ازاي انك هترجعنا لبعض. انت خدامك انت وجوزك في انتظاره، هو معاك دلوقتي. انا متحمس جدا للتجربه دي جدا جدا. اعرفك عليه، جوزي عبده سوني وده يا سوني شريف، صديقي هيرجعنا لبعض يا بيبي. اهلا وسهلا، انا مبسوط جدا انت وصلت مع سيادتك استاذ عبده. اتمنى تتصالحوا انت ومدام ثانيه، وهبذل كساره جهدي واتمنى انك تتبسط. اخرس بس ما اسمعش حسك طول ما انا بتكلم. انت بتكلم مراتي ليه؟ ده اكتر حاجه بسطاني جدا مولاي عبده، اني اتعرفت على مراتك عشان تعرفني على سيادتك. شخص متفتح راجل قوي. طيب عشان اصدق اللي انت بتقوله انا عندي شروط وانت ما عندكش اختيار. انت زي الكلب هتسمع الكلام وتنفذه. تحت رجلك وعمري ما هرفض. اسمع يا كلب، هتنزل حالا تجيب كارت شحن ب100 وازازه زيت عافيه. الكارت عشان النت عندي هيفصل دلوقتي، وازازه زيت عشان احطها في عافيه. بالنسبه يا كلب يا ذليل يا عاول للكرباج والخرزانه والذي منه، فانا معايا كرباج سوداني يعجبك موت. من الاخر هديلك واحد حامي ينسيك الاسامي. انا هعمل لك باقتي الخاصه بيا يا مولاي ب 500 جنيه. ابعت رقم حضرتك وحالا هبعت لك رصيد تعملها. انت بتعصي كلامي يا ما اقدرش، انا عمري ما هقدر اعصي كلام سيدي، انا خدامك. انا ما يهمنيش المبلغ، انا يهمني انك تسمع الكلام يا بس مهم عندي ازازه زيت العافيه. انا عندي جميع انواع الزيوت عندي في البيت يا مولاي. ابعت رقم حضرتك وهبعت لك حالا المبلغ اللي ستك عاوزه. سمعا وطاعه سيدي سوني حالا. وصلك يا سيدي حالا. سيدي سوني، ممكن اطلب منك حاجه؟ احا تطلب؟ يعني ايه تطلب؟ ارجوك انا محتاج الحاجه دي ووعد مش هطلب شيء تاني. قول. ممكن لو سمحت توافق انك تشرفوني مولاي ومولاتي ساميه في بيتي المتواضع، وانا متكفل بجميع مصاريفكم، بس ارجوكوا ما ترفضوش الطلب ده، انا فعلا محتاجكوا قوي. انت بتأمرنا؟ ما اقدرش والله، انا عمري ما اكون كده، انا اقل من كده بكتير مولاي. هو ياض. هو
هو هو هو هو هو أنا خدامك يا ملك وتحت أمرك وأمرها. هو 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 أنا خدامك يا ملك وتحت أمرك وأمرها. بس انا مش موافق، فكره غبيه فشخ. يعني ايه اصلا انك تفكر؟ انت نكره فسا لا شيء. انا شايف ان اجيلك بكره انا ومولاتك، وانت هتكفل بكل المصاريف، وهتجيب ازازه عافيه والكرباج السوداني احط. وتقيم معايا علاقة كاملة، أرجوك خلينا أتألم. انت شايفني بقرون قدامك ولا ايه؟ ما تهدي اعضائك يا عمنا. ايه رايك في الفكره بتاعتي؟ أنا أقل وأحقر إن أقول رأيي يا مولاي، كلامك سمعا وطاعة. ابعت على الرقم اللي بعتهولك 2000 جنيه عشان اطلب عربيه تجيلي وترجعنا. لا هوا ما تردش. هو 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 وصل يا مولاي. مش قلت لك هوا بس؟ هو 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 طب ما تيجي اكلمك فيديو كول اوريك الكرباج السوداني وانا بلسوعك بيه. هو 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 هعتبر انك موافق، يلا بينا. أنت مين؟ خدتك شمال ويمين، نصيبك بقى انك يوم ما تلاقي حد يوافق يعمل كده معاك ويهينك يطلع عبد سوني. يلا يا عيل، الفلوس اللي خدتها منك دي غفلتك فيها، روح سخن بقى معلقه على البوتاجاز وحطها في. استفدت إيه قولي؟ استفدت ان امثالك هيتعلموا الادب ومش هيخشوا البنات الناس ويعملوا اللي انت بتعمله. أنا مسامحك في الفلوس، بس أرجوك ما تسيبنيش في الحالة دي. حالة ايه؟ أنا قوي ونفسي أتهم منك. أرجوك يا مولاي، عاوزك